الاستثمار بهدف الإيجارات في منطقة الساحل الشمالي، سواء حضرتك هتشتري شاليه أو هتشتري فيلا بهدف إنك أنت تستثمر أو تعمل ريسيل بسرعة أو تأجر. عايز أحكي مع حضراتكم حكاية بسيطة جدا عن كونسبت الإيجار في الساحل الشمالي أو الاستثمار في الساحل الشمالي بهدف الريسيل. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب، سي او لشركة توب مانجمنت. وخليني أتكلم ببساطة شديدة جدا وأشرح لحضراتكم الناس اللي بتشتري شاليهات، اللي هم هدفهم يأجروا أو اللي هم يعملوا إعادة بيع سريعة ويكسبوا، بالأخص لما الإمارات خدت المثلث الإماراتي اللي موجود في راس الحكمة، وبعد إن شاء الله ديزني لاند والتطورات اللي هتحصل ناحية مطروح وطلعت مصطفى نازل هناك، ومجموعة المطورين اللي نازلين بلونشات الفترة اللي جاية زي مراسم وزي حسن علام وصودك وبالم هيلز. ففي تغيرات كتيرة بتحصل في منطقة الساحل الشمالي. طيب، خليني احكي لحضرتك بس على كام نقطة مهمة جدا. ان مستوى الايجارات في السنوات اللي فاتت، يعني السنة اللي فاتت واللي قبليها اللي هو من اول سنة 2020 21 22، كان الايجارات في قبل الطريق. يعني مثلا في بورتو جولف مثلا كانت الايجارات لليلة الواحدة في الايام العادية كانت مثلا من 1800 ل 3000 جنيه. في السيزون كانت بتوصل لغاية 4 او 5000 جنيه. في الاوقات اللي كان فيها حفلات المطربين اللي بيروحوا يعملوا حفلات هناك كانت برضو الليله الواحده ممكن توصل ل 4 و5000 جنيه قبل الطريق. طيب، بحر الطريق مثلا في منطقه زي العلمين كانت برضو في الايام العاديه كانت بتبقى 3000 جنيه. في الهاي سيزون كانت بتوصل ل 5 و6 و7000 جنيه. ده بالنسبه وحتى في مارينا، يعني انا بتكلم في مارينا اللي هو الساحل القديم، كانت مستوى الايجارات زي ما بقول لحضراتكم. طيب، تعالوا بقى نروح نشوف في سيدي عبد الرحمن. الايجارات كانت بتوصل لهناك لان هناك في امواج وهناك في مراسي. الايجارات للشاليه التو بيدروم كانت بتبتدي السنه اللي فاتت كانت 20000 جنيه لليله الواحده، وكانت بتوصل ل 25000 جنيه. كانت بتستارت في البراندات اللي هي الكلاس A كانت بتبتدي 15000 جنيه. يعني في الايام العاديه كانت 7000 8000 10000 12000. في الهاي سيزون كانت بتوصل ل 15000 جنيه. في البراندات الكبيره زي مراسي وامواج كانت بتوصل بتستارت من اول 15000 جنيه بتوصل لغايه 20000 جنيه في الهاي سيزون في الاماكن دي. طيب، ده بالنسبه للايجارات. بالنسبه للايجارات المستقبله في منطقه راس الحكمه وسيدي حنيش بالاخص، هتبتدي في البراندات الكبيره بعد 4 سنين او 5 سنين متوسط من 15 ل 20 ألف جنيه. في في الشاليهات اللي مش مميزه، المميزه قوي هتبتدي من اول 20 لغايه 25 ألف جنيه. والفيلل هتبتدي من اول 45 و50 ألف جنيه لليله الواحده. طيب، ده بالنسبه لاسعار الشاليهات. هل الشاليهات او الفيلل بتتاجر طول السنه؟ لا طبعا. على مدار متوسط من شهرين ونص ل3 شهور في السنه كلها. في البراندات الكبيره هتلاقي الايجارات مستمره هناك. لو حضرتك دخلت على بوكينج شوف مراسي بتتاجر الليله الواحده للشاليهات او للفيلل قد ايه. فعلى مدار السنه كلها انت حضرتك تقدر تضمن من شهرين ونص ل3 شهور في البراندات ان انت الشاليه بتاعك هيكون متأجر. متوسط الايجارات للمشاريع اللي لسه هتتسلم بعد 4 سنين والايجار هيبقى بعد 5 سنين، عشان تبقى عارف، حط سنة بعد موعد الاستلام للايجارات. هيبتدي في متوسط للحاجات الكاتيجوري A من 12 ل 15، والكاتيجوري B بلس اللي هو زي مثلا كالي كوست ميفن، زي مثلا ريمال، زي مثلا اللي هي المشاريع اللي هي الاقل من مثلا سودك، حسن علام، اعمار، بالم هيلز، المراسم، لافيستا. هتبقى في حدود، بتتكلم البي بلس بتتكلم في اول 7000 8000 جنيه، ده المتوسط. طيب، نصيحتي ليك لما تيجي تشتري شاليه بهدف الايجار، خليك قريب من الخروجات اللي بتبقى موجوده. انت مش هتفضل قاعد في الكومباوند طول الوقت او في المشروع طول الوقت. يعني لا اما تبقى قريب من منطقه سيدي عبد الرحمن، لان الخروجات كلها هتبقى موجوده هناك، الكوميرشال اريا
لغايه دلوقتي شغاله كويس جدا، ومارينا محافظه على الكوميونتي بتاع الكوميرشال اريا بتاعها، والداون تاون في العالمين، والاحسن منهم في المستقبل البعيد وهيكسر الدنيا وهيبقى كويس جدا راس الحكمه وسيدي حنيش. ليه؟ عشان المثلث الاماراتي اللي خدته الامارات اللي هتعمله هتبقى مدينه كامله زي شرم الشيخ بفاسيلتيز انا اتكلمت عليها كتير قبل كده. مستوى الايجارات هناك والخروجات، يعني الناس اللي واخده في راس الحكمه المشاريع كلها اللي في راس الحكمه، لما الناس تخرج هتخرج تروح في المثلث الاماراتي راس الحكمه، لان هناك هيبقى في كونسبت جديد جدا انا كنت شارحه في قبل كده في فيديوهات قبل كده، ممكن تتفرجوا عليها ايه اللي هيحصل بالظبط في المشروع بتاع الامارات، غير ان في هناك مطار كمان. طيب، بالاضافه الى منطقه سيدي حنيش، لان سيدي حنيش هيبقى موجود فيها ديزني لاند. يعني مثلا المشروع بتاع صبور هناك ديزني لاند بتبعد عنه 6 او 9 كيلو. فسيدي حنيش وراس الحكمه بنصحك انك تستثمر فيهم بهدف انك انت تأجر. الايجارات هتبقى عاليه جدا، وكمان الخروجات هناك هتبقى كتيره جدا، والدوله هتهتم بالاريا دي. بالاخص كمان الى ان الامتداد رايح طبيعي لمنطقه مرسى مطروح، لان طلعت مصطفى كمان هياخد قريب جدا من مرسى مطروح. فالاريا دي هتبقى مميزه جدا جدا في خلال الاربع خمس سنوات اللي جايه. طيب، ده كونسبت الايجار بشكل سريع. تعالى بقى للي عايز يشتري شاليه ويأجره بسرعه، ايه المواصفات؟ وايه المواصفات للي عايز يبيع بسرعه، يعني يعمل ريسيل بسرعه؟ مبدئيا كده، ما تشتريش شاليه الا لو انت عارف ان انت هتستنى على الاقل سنه عقبال ما تبيعه. يعني حضرتك مش قبل سنه عقبال ما تكسب فيه. ليه؟ لان في بعض المشاريع اللي مطروحه دلوقتي طرحت المشروع وعدى اهو شهرين، طرحت مرحله تانية زودت 100 او 200 الف جنيه، فمش هتعرف تطلع مكسب كويس. فاهم حاجه، اقل مده سنه عقبال ما تعرف تبيع الشاليه بتاعك. يعني اعمل حسابك ان انت تحضر المقدم واقساط سنه، ومن عندي كمان 6 شهور عشان لو اتاخرت شويه، يعني سنه وست شهور زائد المقدم عشان تبيع الشاليه بتاعك. طيب، تاني حاجه، حضرتك المساحات الصغيره بتتباع اسرع وبتتاجر اسرع والرنت بتاعها اكبر. يعني لو قدامي شاليه 3 غرف نوم وشاليه غرفتين وشاليه غرفه، تلاقي الغرفه والغرفتين الايجارات بتاعته بتبقى اعلى ويتاجر اسرع ويتباع اسرع. فدي نصيحتي ليك. تاني حاجه، ركز قوي ان الشاليه بتاعك يكون شايف فيو كويس، لاجون، سي فيو، يبقى باصص على البحر. وما تقلقش، ساعات بيبقى فيه 7 افراد بيقعدوا في شاليه غرفه نوم واحده بس. انت ما يهمكش تنام فين، انت رايح الشاليه انت عايز تنزل تخرج تشوف البحر. فمش لازم، يعني في عائله كامله ممكن تبقى اكتر من 6 7 افراد، يبقى شاليه غرفه او غرفتين ويستخدموا الريسبشن يعني يتنام فيه. يعني مش لازم يبقى فيه لكل شخص يبقى فيه غرفة نوم. فالشاليه الغرفة الاستوديو الغرفة والغرفتين مهمين جدا، بالذات لو هتاخده مع اسم كبير. تاني حاجة، لو هتاخد ارضي حاول الارض يبقى مرتفع عن الزون اللي قدامك ويكون معاك جاردن. ولو حبيت تجيب فيلا بنصحك بالتاون، اصغر الفلل. لو هتجيب فيلا هات اصغر الفلل، والله بتتباع اسرع وبتكسب فيها كويس جدا وبتتأجر اسرع. وما تقلقش من المساحة، لان لو في متر صغير في اي فيلا او شاليه هيستخدم للنوم، فما فيش مشكلة، انت مش رايح تقعد طول السنة، فدي حاجة مش هتضايقك. فدي كانت بعض النصايح اللي حضرتك تهمك وانت بتأجر وفين تأجر. طيب، حاجة كمان، بنصح حضرتك انك تدفع اقل مقدم واطول فتره سداد، عشان بعد سنه او سنتين او 3 لما تيجي تبيع وتزود مكسب، يبقى المشتري اللي بعديك يقدر هو كمان يحس ان في راحه في سداد الاقساط ويدفع لك الاوفر اللي انت طالبه بشكل سريع جدا. فدي كانت تفاصيل سريعه جدا. بنصحك انك تشتري في راس الحكمه وسيدي حنيش في الفتره اللي جايه دي، وخد مع الاسماء الكبيره. هذكر لك 5 كبار قويين قوي في المنطقه دي: لافيستا، حسن علام، مرسى باجوش، والمازا باي، وسيلفر سينس بتاع نجيب سويرس. خلينا ازود لك 5 كمان:
من كاتيجوري اقل شويه. عندك وطبعا صادق وحسن علام، عندك ماونتن فيو، وعندك تطوير مصر ومصر ايطاليا. ننزل لكاتيجوري اقل شويه على حسب بادجتك، كالي كوست ميفن بقى، وادخل بقى على ريمال ومباني ادريس والحاجات دي. بس دي المشاريع اللي هي، وبالم هيلز طبعا، المشاريع اللي هي من المشاريع اللي انا برشح ان حضرتك ممكن تشتري فيها. ولو في اي استفسارات للاستثمار في الساحل الشمالي او في العاصمه الاداريه الجديده او في القاهره الجديده، حضراتكم ممكن تتواصلوا معايا على ارقامي اللي عندكم قدام الواتساب، او تتصلوا بيا مباشره. شكرا.